السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نتكلم النهاردة عن مرض مزمن بيصيب الجهاز التنفسي وتحديدا الرئتين، وممكن يكون ليه أثر سلبي كبير على الجسم، وممكن ده يبدأ من الطفولة. المرض ده إيه؟ المرض ده هو مرض الربو. إيه الربو؟ وإيه أضراره؟ وإيه أعراضه؟ وإيه هي طرق علاجه؟ ده اللي هنقوله النهاردة. في البداية، هو الرب بيشتغل على ايه؟ هو بيشتغل على الرئتين. الرئتين بس؟ لا، هو مش الرئتين بس هو اكتر حاجة بتبقى الشعب الهوائية اللي جوه الرئة، ده اللي شغله عليها. ده مريض الربو. طب هو الربو ده عامل زي الحساسية؟ هو اشبه بالحساسية شوية. ليه؟ لان هو مرض طويل الامد، بيأثر على المسالك الهوائية اللي موجودة جوه الرئة أو الشعب الهوائية كمان، وبيخليها ملتهبة ومتورمة. هي دي المشكلة. وبيخليها طبعا مادام التهبت وتورمت تنتج مخاط بلغم، وده طبعا بيطلع في الكحة، وبيعمل كمان نوبات اسمها نوبات الربو. ايه نوبات الربو ديت؟ نوبات الربو ديت ان انت لما تعمل مجهود شوية تلاقي نفسك مش قادر تاخد نفسك، الأكسجين قليل في الجسم، الرئة أو الشعب الهوائية مش بتسعى في الجسم كم كافي من الأكسجين عشان تلبي المجهود اللي أنت بتعمله. طب هو المجهود دوت بيتطلب أكسجين؟ طبعا لازم غذاء وأكسجين عشان تحصل عملية الأيض أو الحرق. أنت لو نفسك اتكتم لثلاث دقايق أو أقل ممكن تموت. مفيش أكسجين، مفيش باور في الجسم، مفيش طاقة. هي دي النقطة أو المسألة. طيب، هي نوبات الربو دي احد العلامات؟ دي احد العلامات. في كمان الصفير، بتلاقي الصوت كده وبياخد نفسه فيه صوت زي صوت صفار. العطس طبعا، الكحة طبعا، وخصوصا قلة بلغم وضيق في التنفس. في ناس ممكن يوصل معاها كمان لصعوبة وألم في منطقة الصدر. طيب، هي مسبباته ايه او ايه اللي بينشط الحساسية دي؟ والله هو في اكتر من سبب، بس في حاجات طبعا بتبقى عوامل وراثية بتبقى موجودة، ودي القابلية الوراثية اللي لقيناها في حاجات كتير أو طلعت أبحاث كتير عليها، إن بتلاقي الموضوع بيوصل للجينات. يعني لما حد بيتصاب بحاجة ممكن يهمل، ممكن الموضوع ده يوصل للجينات ويورثها بعد كده. زي ما شفنا امبارح كانت قناة دي في تي فاو، القناة الألمانية أو الموجة الألمانية، كانت جايبة تقرير عن حالات سرطان موجودة حاليا في المغرب، في الريف، منطقة الريف، المنطقة ديت اللي كان فيها حرب ما بين قبائل الريف المغربية وأسبانيا. واتضح إن أسبانيا ضربتهم بالكيماوي وخصوصا غاز الخردل، والموضوع ده فضل في أسلافهم لحد ما يعني اكتشفوا حاليا الناس دي عندها سرطان بسبب الخردل اللي اتضربوا بيه سنة 1925، أو فضل من 1925 ل 1927. الموضوع بيبقى ليه أثر وليه هيستوري وبيفضل في الجسم وبيأثر على الأجيال اللي جاية. يعني انت لو حافظتش على نفسك سلالتك ممكن تبقى ضعيفة بعد كده، وخصوصا في الحرب البيولوجية اللي احنا فيها، والأوميكرون والتحورات والإنفلونزا الجديد والمشاكل دي كلها وتأثيرها الكبير. طيب، نرجع للنقطة التانية. ايه هي مسببات حساسية الربو؟ في أكتر من حاجة. في منها حبوب اللقاح. الناس اللي عندها حساسية حبوب اللقاح، حبوب اللقاح طبعا دي بتبقى حبوب صغيرة جدا، بتخرج من النباتات عشان تسقط على نباتات تاني من النبات الذكر للأنثى عشان يحصل التكاثر بتاع النباتات. دي بتبقى طايرة في الهواء، لما انت بتستنشقها وبتدخل الرئة بتعمل حساسية الربو ديت. دي أحد الأسباب. طيب، الأسباب التانية الغبار، اللي هو التراب وموسم العفار وأمشير والكلام ده كله. طب ايه تاني؟ العفن. لو في عفن برضو ده بيأثر جدا على موضوع الرئة. حاجة كمان الوبر بتاع الحيوانات، زي القطط الأليفة والكلاب اللي بيربوا قطط وكلاب في البيت، الوبر بتاعهم بيبقى على السجاد ده ويتم استنشاقه، أو الناس اللي بتشتغل في المنسوجات برضو ده الموضوع ده بيأثر عليهم جدا. طيب، في كمان التدخين. طبعا مريض الربو المفروض إن هو ما يدخنش. طب التدخين السلبي لا، يحد قدر الإمكان.
في حاجات كمان طبعا في العطور والبرفانات، الحاجات دي بتأثر، والبخور، الحاجات دي كلها طبعا بتأثر. طبعا لو اتصاب بإنفلونزا أو كورونا أو كده، الموضوع طبعا بيستفحل جامد يعني. دي الحاجات اللي ممكن تهيج وتسبب النوبات بتاعة الرب. طيب هو ليه شفاء نهائي؟ يعني في منه شفاء نهائي، في علاج كامل ليه؟ لا، هو مفيش علاج كامل ليه. طيب الناس اللي بتاخد كورتيزون وهي صغيرة لما بيحصل لها النوبات ديت، الموضوع ده صحي؟ لا، لسبب ان الكورتيزون الصناعي من الحاجات اللي بتحوش مية كتير في الجسم. بتلاقي الشخص دوت لو دخل المستشفى واخد كورتيزون كتير، بتلاقي جسمه تضخم، جسمه ورم. الحمد لله الدنيا اتحسنت شوية في الرئة، بس الجسم طور. هو ده السبب. طيب احنا دلوقتي الكورتيزون قلنا هو مش علاج صحي، هو ممكن علاج مؤقت، بس هو مشكلته في الأضرار بتاعه، السايد افكت بتاعه وحش وبيأثر جامد. طيب في علاج تاني، هو العلاج البيولوجي. بس العلاج البيولوجي دوت مرتبط بكرات الدم البيضاء. لو كرات الدم البيضاء عاملة مشكلة مع الرئة أو بتهاجم الرئة ذات نفسها، ده بيبقى فيه علاج بيولوجي للنقطة دي. في حاجة تانية اسمها الكي الحراري للشعب الهوائية. ايه الكي الحراري للشعب الهوائية؟ دوت بيستخدم فيه الحرارة عشان نقلل العضلات الملساء اللي موجودة في الشعب الهوائية، بنقلل السماكة بتاعتها، فبنوسع شوية الشعب الهوائية عشان نقلل من الضرر في المسالك الهوائية وكمية الهواء اللي داخل، عشان يحصل امتصاص أكسجين أكتر وما إلى ذلك. طيب هل الحجامة ليها دور في حل مشكلة الربو؟ هقول لك الحجامة والفصد ليها دور جميل جدا، إن هي بتوسع الشعب الهوائية، بتقلل الالتهاب، بتمتص اللي هي كرات الدم البيضاء المشوهة أو اللي بتأثر على الرئة لو كان المشكلة بيولوجية، وبتزود وبترفع كمان مناعة الجسم، وبتزود امتصاص الأكسجين للدم. طيب هي دلوقتي الحجامة تتعمل على الرئة بس، ولا ما تتعملش تتعمل على الجسم كله، ولا تتعمل على الظهر؟ وانت قلت لنا كان في حاجة اسمها فصد. ايه الفصد دوت؟ هي الحجامة طبعا يفضل ان هي تتعمل على الظهر كله، بس احنا نركز اكتر على منطقة الرئتين الموجودة في الظهر المواجهة للقلب دايركت، وتكون بكاسات كبيرة حجمها كبير، ونعمل اكتر من سحب. بالإضافة إن إحنا كمان نعمل فصد في عرق معين في الإيد، هوريهولكوا. هو العرق دوت اللي بيبقى موجود في الإيد، هو ده اللي يتم السحب منه. طب إيه الفصد دوت أو هنسحب منه إزاي؟ ده عن طريق حقنة أو سرنجة 3 سنتي، وياريت كمان تكون سن أطفال، بس ده للمتخصصين بس. مش أي حد يجيب حقنة أو سرنجة ويسحب منها، أو يروح زي الصيدلية يقول له اسحب لي من العرق ده وما إلى ذلك، لأن المنطقة دي منطقة أعصاب. لازم اللي يعمل الحاجة دي يبقى فاهم وعارف هو بيعمل إيه، ما يبقاش الموضوع يعني همجي وما إلى ذلك، عشان ما يجيش بأثر سلبي أو بضرر. طب الفصد ده احنا عملناه، هو بيعمل ايه؟ الفصد ده دوره او العرق دوت بيسحب الدم من الرئتين، فبينشط اعصاب الرئتين، بيبقى زي كده اهو، زي صدمة بتحصل. الصدمة ديت لما بنعملها تسحب دم، بتنشط اعصاب الرئتين، وبعديها بيبقى فيه تحسن كبير جدا من ناحية امتصاص الاكسجين للجسم، ال SpO2 أو تشبع الدم بالأكسجين. النقطة الثانية اتساع الشعب الهوائية، بالإضافة لقوة المناعة في منطقة الرئتين ومقاومتها للغبار. في طبعا آلات حديثة برضو موجودة، زي اللي هي بتنقي الجو، سواء الشارب أو الشاومي، اللي هي بتنظف وبتنقي الجو من الغبار. مريض برضو الربو ما يقعدش في مكان يكون فيه مكنسة شغالة أو فيه كنس عشان التراب والأتربة، وخصوصا كمان لو مريض جيوب أنفية، لأن الموضوع بيبقى دبل، بيبقى المشكلة أكبر كده بكتير. برضو لو في أي سؤال أو أي استفسار سيبوه في التعليقات وإحنا نجاوب عليه. ودمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.